السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. كنتمنى يلقاكم بخير وعلى خير واحوالكم طيبة، ورمضان مبارك سعيد. الله يدخلوا عليكم بالصحة والسلامة وطولة العمر ان شاء الله. اليوم غنشارك معكم طريقة تحضير الشباكية المغربية الأصيلية. كتجي لذيذة بزاف ومعلكة وشاربة العسل ومجعبة كما كتشوفوا معايا في الصورة. ابقوا معايا من اول فيديو لاخره باش نتعرفوا على المقادير وطريقه التحضير. هاد الشباكيه للمبتدئات والغير المبتدئات ان شاء الله هاد العام يديروا الشباكيه. بقوا معايا وتبعوا معايا جميع التفاصيل. فالمقادير غادي نحتاج 2 كيلو ديال الدقيق. انا بغيت ندير كميه كبيره. عندي 2 كيلو ديال الدقيق النوعيه جيده الخاص بالحلويات، وعندي قصريه. وخويت هاد 2 كيلو ديال الدقيق بهاد الغربال هذا كما كتشوفوا معايا، باش غادي نضيف عليها كاع النواشف باش غادي نغربلها. عندي في المقادير كاس ديال الماء مذوبه فيه الزعفران، عندي زلافه ديال اللوز مطحون مزيان بالقشور ديالو، عندي زلافه ديال الزنجلان حتى هو محمر نص حميره ومطحون، عندي ساشيه ديال خميره الحلويات، عندي راس معلقه ديال خميره الخبز، عندي 2 معالق ديال النافع و2 معالق ديال حبه حلاوه، عندي 2 معالق ديال القرفه ومعلقه صغيره ديال الملحه، عندي اصفر بيضه، وعندي معلقه سنيده طحنا معاها 2 حبيبات ديال المسكه الحره، وعندي نص معلقه صغيره ديال الكوزه، عندي كاس كبير عامر زيت الروميه ونص كاس ديال زيت البلديه، وعندي كاس ونص ديال الزبده نوازيط، وعندي كاس ديال الماء الزهر ونص كاس ديال الخل. هاد المقادير هي اللي غادي نحتاجو ان شاء الله في هاد الشباكيه ديالي. وصافي غادي نضيف النواشف على هذا الدقيق هذا كما كتشوفوا معايا، وانا غادي نخلي لكم المقادير بالكيلو في صندوق الوصف. غادي نضيف دابا هنايا النواشف كاملين، غادي نضيف اللوز وغادي نضيف الزنجلان، وهاد المقادير كاملين يعني هاد النواشف كاملين يكونوا مطحونين مزيان ومغربلين، وكنعاودوا نغربلوهم هكا مع الدقيق يعني باش ما تبقى لينا حتى شي حاجه اللي تقطع لينا العجينه في التوراق كما كتشوفوا معايا. ندير 2 المعالق ديال النافع و2 المعالق ديال حبه حلاوه حتى هما منقيين ومحمرين مزيان ومطحونين منيلين كما كتشوفوا معايا. صافي وغادي نضيف ديك راس معلقه ديال خميره الخبز، ضروري هي اللي كتخلي الشباكيه انكم تجيكم مجعبه وشاربه العسل. عندي نص معلقه صغيره ديال الملحه و2 المعالق ديال القرفه حتى هي تكون مطحونه مزيان ومنيله. وغادي نضيف هنايا معلقه ديال السنيده وطحنا معاها 2 الحبيبات ديال المسكه الحره. عندي هنايا نص معلقه ديال الكوزه غادي نديرها بحال هكا يعني غير نص معلقه صغيره. صافي وغادي ندير خمارات الحلوى من فئه 8 غرام. صافي وغادي نغربل هاد النواشف مع بعضهم كما كتشوفوا معايا على هذا الشكل هذا، يعني كتغربلوهم دفعه واحده ولا كتفرقوهم كما كتشوفوا. انا هنا راني فرقتهم حيتاش ما هزش ليا الغربال كلشي، حيت دايره 2 كيلو ديال الدقيق كما كتشوفوا معايا. كتغربلوا على هذا الشكل هذا، هاد الطريقه راه ضروريه انكم تغربلوه باش العجينه ديالكم تجيكم ملسه وما تمحنكمش في الطراق وفي التقطاع. راكم عارفين كتغربلوا كيما هذا الشكل هذا، وكما كتشوفوا معايا راه يعني ضروري كتبقى شي حاجه، خصوصا الزنجلان يعني واخا كطحنوه مزيان وتغربلوه ضروري كتبقى شي حاجه كما كتشوفوا معايا نتوما راه بقات شي حاجه. صافي هنايا من بعد ما غربلت كلشي غادي نبدا ندير السوائل. اول حاجه غنبدا بالزيت الروميه كما كتشوفوا معايا كاس، وعندي نص كاس ديال زيت البلديه، وعندي كاس ونص ديال الزبده نوازيط. ضروري انكم ديروا الزبده نوازيط يعني كتطلقوها فوق خلوها فوق البوطه كتطبخ على نار مهيله حتى كيحيد من هذاك الماء اللي كيكون فيها زايد. صافي هنايا ضفت داك الخل ديالي نص كاس ديال الخل، درت اصفر بيضه وكاس كبير ديال الماء زهر عامر وصافي. وعندي هنايا كاس ديال الماء مذوبه فيه شويه ديال الزعفران. صافي غادي نبسبس هذا الخليط ديالي مزيان باش تدخل داك الدقيق كلها تلبس ليا بالزيت والزبده كما كتشوفوا معايا. صافي ومني غادي نلبسها مزيان على هذا الشكل هذا عاد غادي نبدا نضيف الماء بشويه بشويه، والعجينه ضروري خاصكم تخليوها قاصحه. دابا غادي نبدا نضيف الماء ديالي بالتدريج كما كتشوفوا معايا، يعني الزيت والزبده راهم يعني تبسبسوا ليا مزيان هكا مع الدقيق. صافي غادي نبدا نضيف الماء يعني هكا غير بالتدريج وانايا كنعجن العجينه ديالي. ضروري انكم تخليو العجينه قاصحه وقاصحه بزاف باش الشباكيه تنجح معاكم. قد ما كانت العجينه قاصحه قد ما كتنجح معاكم الشباكيه وكتجيكم يعني مجعبه وهكا مرمله زوينه.
صافي كندلك على هاد الشكل هذا. خاص العجينه تبقى لي قاصحه. الماء كتبقاو تضيفوه غير بالتدريج، يعني ماشي كتخويوه في خطره، حيت كل دقيقه وشحال كيحتاج ديال الماء باش كيتجمع. يعني الماء ديما كيبقى على حسب عينك ميزانك. صافي غادي نجمع العجينه ديالي على هاد الشكل هذا، وكما كتشوفوا راني خليتها قاصحه كما كتشوفوا معايا. صافي غادي ندلكها شويه مزيان هكا، يعني غير تنسجم ليا، ماشي يعني غندلكها باش ترطاب ولا شي حاجه، ندلكها هكا غير باش تنسجم ليا ديك العناصر ديالها كاملين. وكما كتشوفوا معايا العجينه راه ضروري خاصها ترتاح شويه. انا هنايا راني غادي هكا ندلكها شويه، وغادي نقطعها ونديرها في بلاستيك غذائي ونخليها شي 3 سوايع عاد نبدا. يعني انا هنا راه ما كانش عندي الوقت بزاف، يعني خليتها غير ساعتين تقريبا صافي وبديت كنخدمها. غتقطعوا على هذا الشكل هذا، يعني غير هكا مرصوات صغارين. صافي نقطعها على هذا الشكل هذا كما كتشوفوا معايا. صافي وغادي نبدا نكورهم هكا، يعني غير كويرات باش غادي نكورها كامله، وعاد غادي ندير ليها الفلتاج كما كتعرفوا. صافي غادي نكور هكا ونحط حدايا حتى نكمل. وهنايا راني كملت هذاك التكوار صافي، وغادي ندير ليها الفلتاج على هذا الشكل هذا. ضروري هاد المرحله ضروريه في الشباكيه باش كتجي مجعبه، يعني هذا هو السر ديالها اللي كيخليها انها تجي مجعبه من الداخل وشاربه العسل. على هاد الشكل هذا كتلويوها على شكل مسمنه ولا بحال هكا، يعني على 4 كتبدلك. صافي كديروا على هاد الشكل هذا وكديروا في واحد البلاستيك غذائي. صافي انا خليتها ارتاحت واحد الساعتين صافي وبديت كنورق. يعني الا كانت عندكم الوراقه من الاحسن، راها كتسهل عليكم بزاف يعني الطرق ديال الشباكيه. كما كتشوفوا معايا انا هنايا راني بديت كنورق، يعني كنجبد داك المربعات ديالي كنطلقهم هكا واحد شويه بالمدلك صافي وكندوزهم في الوراقه. يعني كندوزهم في رقم 1 ثم رقم 3 ورقم 4 ورقم 5. يعني انا كنحبس في رقم 6 على حساب كل ماكينه، وكتكون يعني الارقام ديالها كاين اللي كتبدا من 7 وكاين اللي كتبدا من 1. صافي انا هنايا كنحبس في 6، يعني ما كنبغيهاش تجيني غليظه بزاف، ما كنبغيهاش تجيني عاوتاني رقيقه بزاف، يعني ما كنديرهاش في الاخره، كنخليها ما قبل الاخيره باش يلاه كتجيني هي هذيك. وإلا ما كانتش عندكم الوراقه يعني كتورقوا غير بالمدلك كما كتعرفوا، ولكن هي شويه كتسهل عليكم الخدمه وراها عمليه بزاف. يعني كتاخذوها غير مره واحده كتبقى عندكم كل عام، يعني كتخدموا بها صراحه راها زوينه بزاف. انا هكا كل عام كتنفعني. يعني بعد ما ورقت واحد الكميه ديال العجينه هنايا غادي نبدا نقطع. يعني انا كنقطع غير بالجراره. صراحه كتجيني من احسن. ياك تحاولوا دائما انكم ديروا العجينه ديالكم كتعطوها واحد القياس باش تجيكم الشباكيه دائما تجيكم قد. وهاد العجينه هكا ملي كتقطعوا اللي كتشيط لكم كديروها وسط المربعات اللي كيكونوا باقيين، يعني ما خدمتوهمش باش هكا ما تشيطش لكم العجينه بزاف. وصافي هكا كنبدا نقطع. وانا كندير ديال 5 الاشرطه، يعني هي المعتمده عندي بزاف صراحه وكتعجبني وكتجي حتى زويونه في الشكل ديالها. هكا كنقطع هكا يعني 5 الاشرطه. صافي كنبقى نقطع هكا وكندير واحد اللاطه كنفرش ليها حنيشيتو، وكنبقى نحط فيها هاد الاشرطه ديالي حتى كندير واحد الكميه كبيره، وعاد كنبدا نورق. يعني باش عاد كنبدا نلوي باش تسهل عليا شويه الخدمه. يعني ماشي غير اللي صايبتهم اللي هكا قطعتهم كنلويهم كتجي شويه صعيبه. اللهم من الاحسن انكم ديروا واحد الكميه كبيره صافي وعاد تبداو تلويو باش كتسهلوا عليكم شويه الخدمه. صافي هنايا راه غادي نقطع واحد الكميه وعاد غادي نبدا نشبك معاكم. صافي هنايا راني غادي نوريكم يعني غير واحد 3 هكا. الطريقه ديال الشباك المعتمده عندي هي هذه، يعني كيكونوا 5 الاشرطه كتهزوا الاول وكتلقوا الثاني وتهزوا الثالث. صافي يعني كيجيو 3 على هذا الشكل وجوج على هذا من هكا من اللور. صافي وكتهبطوهم هكا وكتلصقوا بالاطراف كتلصقوهم بالماء الزهر. ضروري بالماء الزهر بالنسبه للبنات اللي كيقول لك كتحل لينا الشباكيه في القلي، هي راه ضروري خاصها، يعني الماء الزهر هو اللي كيخليها تلصق، ماشي ان الواحد يعني غير كيلصقها غير بيدو كيقول لك راه تحلات ليا في الزيت. يعني هكا كتهزوا هكا يعني 3 على من هاد الجهه وهكا 2 من هاد الجهه. صافي كتهبطوا هكا الاول على الواحد وكتهبطوا عاوتاني الثالث. صافي هكا وكتحلوها كتسدوا ليها الاطراف كما كتشوفوا معايا راه كيجي الشكل ديالها زوين بزاف. نزيد نشارك معكم حتى هذه على هاد الطريقه هذه كنهز هكا يعني 3 وهكا من اللور كيبقاو 2
كتهبطوا هكا الثانيه على الاولى وتزيدوا الثالثه صافي كتحلوها على هذا الشكل هذا صافي وكتلصقوا الاطراف بالماء الزهر. يعني راها عمليه ويعني صراحه وهاد التشبيكه هذه سهله يعني كلشي كيعرف ليها زعما سهله ماشي صعيبه. صافي غادي نزيد معكم وحده اخرى كما كتشوفوا معايا هكا يعني كتهبطوا هكا الثانيه على الاولى والثالثه صافي كتحلوها على هذا الشكل هذا كتسدوا بالمزهر. يعني التشبيكه عمليه وزوينه بزاف وسهله دغيا يعني كتشبكي واحد كميه كبيره. صافي هنايا راه خليتها شويه ارتاحت واحد الساعه من بعد ما شبكتها باش يلاه تنشف شويه صافي وكنبدا نقلي فيها على هذا الشكل هذا. انا راه كنفضل ندير شي كاسرونه كبيره باش الشباكيه ديالي ما كتهبطش ليا يعني تبقى جالسه في القاعده راه خاصها تغرق في الزيت باش كتجي طايبه يعني لون واحد. اما الا ما كثرتوش الزيت في المقله راه كتجيكم شويه مطبعه. ضروري خاص يكون الزيت كثيره هكا يعني في واحد المقله ولا كوكوط ولا يعني اللي كان عندكم. صافي كنبدا نوضع ملي كتسخن الزيت ديالي كنقص ليها مزيان وكنوضع الشباكيه ديالي على هذا الشكل هذا. كدير واحد العويد ديال هكا ديال القطبان. انا هاد العويد هذا صراحه كيعجبني كنخدم به على هذا الشكل هذا كنبقى نحرك به الشباكيه ديالي باش كتجيني الطياب ديالها موحد يعني لوين واحد. كنبقى تحركوها ضروري هكا وعلى نار مهيله يعني ضروري النار تكون مهيله باش الشباكيه طيب لكم من الداخل ما تجيكمش يعني تخطف ليها اللون. يعني الا كانت العافيه مجده راه كيتخطف ليها اللون وكتجي طيبه من برا ومن الداخل كتبقى معجنه. يعني ضروري تكون العافيه مهيله على الزيت وصافي وكتقليوها هكا على المهل وكتكونوا مجدين العسل ديالكم. كما كتشوفوا معايا انا راني مجده العسل ديالي هنا في واحد الكوكوط. وهذا العسل راه هو اللي سبق لي وحضرت معكم في الفيديو اللي قبل من هذا. هو صراحه المعتمد عندي في الشباكيه وكيشد فيها مزيان يعني كتبقى زوينه وكتبقى حتى شهرين ولا 3 شهور. ايوا صافي كنبدا ملي كطيب الشباكيه ديالي كنخويها في داك العسل كنطفيها في داك العسل وكنخوي عليها هكا العسل من الفوق كما كتشوفوا معايا. راه يعني كلشي واضح في الفيديو. صافي ملي كنبدا هكا نخوي عليها العسل باش كطفى فيه وكتشرب العسل مزيان كنخليها فيه وكنمشي نوضع الشباكيه ديالي باش كطيب ليا عاوتاني الطيبه الثانيه. صافي انا بين ما طيبت هاد الطيبه الاخرى الثانيه كنخلي هذيك الشباكيه في العسل حتى كتقرب طيب ليا الطيبه الاخرى عاد كنحيدها يعني كنديرها في واحد الكسكاس هكا كبير ولا شي حاجه المعتمده عندكم هكا وصافي كنبدا نحط فيها وكنقلي عاوتاني الثانيه ديالي وكنطفيها في العسل وكنستمر على نفس الطريقه حتى كنسالي الشباكيه ديالي كامله. بعد ما ساليت الكميه ديالي كما كتشوفوا معايا راه كتجي رائعه كتجي معلكه ومجعبه وشاربه العسل. ومني كتبداو هكا يعني كتطفوها في شي بلاطو ولا في شي بواطه يعني عاد كترشوها بالزنجلان حتى كتشرب لكم العسل مزيان عاد كترشوها. وكنتمنى ان شاء الله يا ربي يعجبكم محتوى الفيديو وإلا عجبكم ما تنساوش اخواتي دعموني باللايك واشتراك في القناه فضلا وليس امرا. وما تنساونيش بتعاليق محفزه طيبه ونشوفكم على خير ان شاء الله. الله يدخل عليكم هذا الشهر بالصحه والسلامه وطول العمر ان شاء الله.